السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد، فيديو مميز، فيديو خطير جدا ومؤثر جدا للناس اللي بتزرع خيار، ومفيد جدا للناس بتزرع خيار. طب احنا هنا سمدنا حاجة اسمها جالاكسي روتس للخيار. طب كان عندنا الخيار عندنا فيه مشكلة زي ما حضراتكم شايفين كده، في تنفيل. ده خيار طبعا أرضي، في تنفيل كده اهو. لو نبص على العقل كده من ورا، الخيار مش جايب، الزهرة طالعة فيه ضعيفة ومنفلة. بصوا الزهرة طالعة ازاي هنا، شوف حجم الثمر هنا، وبعد كده هنشوف حجم الثمر قدام عامل ازاي. بصوا كده صغير، الزهر ضعيفه، تنفيل شغال اهوت، وادي التنفيل بعدين اهو اهي شغال. بعد ما سحبنا الجالاكسي رودز بمعدل لتر للفدان، بس فدان زراعه مش فدان ارضيه. بصوا بقى الشغل عامل ازاي. شوفنا الثمره اللي في الاول اهي كانت عامله ازاي، هنا اهي صغيره اهي لسه طالعه، وفي تنفيل خالص معاه. صح، اول ما سحبنا احنا كده ساحبين بقالنا بتاع 10 ايام 15 يوم. بصوا بقى الشغل بتاع الجالاكسي ما شاء الله، في كل عقله طالعه ثمره. وفي بقى ميزه كمان ان هو ممكن يطلع لك، لو الصنف جديد شويه ممكن يطلع لك زهرتين او ثمرتين على العقله الواحده. بص كده ادي، بص ثمرتين اهو، ثمرتين، ثمره، وادي ثمرتين اهم، ثمرتين على العقله الواحده. ده كده يعتبر صنف خيار. يعني لو نيجي بص الخيار الصوب بيبقى فيه اتنينات على العقله الواحده. هنا الصنف الخيار الارضي فيه عقلتين، العقله عليها ثمرتين على العقله الواحده. مركب قوي جدا في موضوع التزهير والعقد والتجزير في الخيار بفضل الله. من اول ما سحبنا لغايه الان مفيش اي فيه تنفيذ بفضل الله تعالى، مع ان الارض فيها بياض زغبي، بس بفضل الله هو قاوم الموضوع دوت وزود عدد التزهير والعقد عندنا في الخيار زي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله.